ازاي اتعلمت برمجه من الصفر لوحدي وبطرق مجانيه تماما لحد ما اشتغلت في السعوديه كمهندس برمجه. اول حاجه رحت وقريت عن المسارات الموجوده في البرمجه وحبيت مجال الويب ديفلوبمنت. بعد كده بحثت عن رود ماب او خريطه علشان اعرف ايه المهارات او التكنولوجي اللي لازم اتعلمها علشان اشتغل بعد كده. وبعد ما حددت المهارات اللي لازم اتعلمها بدات ابحث عن كورسات مجانيه موجوده على اليوتيوب، ولقيت قناه الزيرو ويب سكول اتعلمت منها ال HTML علشان اعرف ابني هيكل اي موقع الكتروني، وطبقت على اللي انا اتعلمته. بعد كده اتعلمت CSS علشان اعرف انسق العناصر والخطوط والالوان بطريقه احترافيه، وطبقت على اللي انا اتعلمته قبل كده. بعدها اتعلمت الجافا سكريبت علشان اعرف ابني مواقع تفاعليه وديناميكيه، وطبقت على كل اللي فات بمشاريع صغيره من موقع فرونت اند منتور، وبقيت اعمل مشاريع كبيره زي الاي كوميرس ومشاريع تانية كتير. بعدها عرفت ان في حاجه اسمها مقدمه لعلوم الحاسب CS50 من جامعه هارفارد، وخدت الكورس وطبقت عليه لان ما كانش عندي اي خلفيه عن البرمجه. وطول ما انا بذاكر كنت بتعلم عن الخوارزميات وهياكل البيانات، وكنت بطبق دايما على اللي بتعلمه. بعدها اتعلمت لايبراري زي الرياكت وفريم ورك زي النكست جي اس علشان ابني ويب ابلكيشنز، وده المطلوب في السوق حاليا. وحاليا انا شغال مهندس برمجه في السعوديه لايك وفولو وتحول لمبرمج.